تكون عايز تعمل اي حاجة في حياتك خليك واضح وصريح، وتعالى دغري كده مع الحاجة بتاعتك وحدد لها ميعاد بالظبط. يعني ما تفضلش تقول انا عايز اعمل الحاجة الفلانية دي وبس، وتيجي بكرة وبعده وبعده وتلاقي نفسك ما عملتش الحاجة دي. يمكن انت مش كسلان، يمكن انت مش جبان برضو، يمكن انت بس مش محدد هدفك بالظبط، يمكن انت مش مخلي هدفك واضح ومخليه ضبابي. يعني مثلا انت لو قدامك هدف عايز توصله، فانت المفروض تقول ايه عشان تحدده وتبسطه؟ تقول انا هعمل الحاجة الفلانية دي في اليوم الفلاني الساعة الفلانية في المكان الفلاني. بس شوف بسطتها لك ازاي. فانت لازم تبسطها كده. يعني مثلا ما تقولش انا هقرا كتاب كامل وخلاص وتروح تنام وتيجي تاني يوم ايه ده تلاقي نفسك انت ما قريتش الكتاب. طب ما انت عارف ليه؟ لانك انت محددش اصلا الوقت اللي انت هتقرا فيه الكتاب، محددش هتقرا كام صفحه، محددش هتقرا الساعه كام. فانت المفروض تقول ايه؟ تقول انا النهارده ان شاء الله الساعه 9 بالليل هقرا صفحتين من الكتاب الفلاني على السرير وانا قاعد على السرير. طب ممكن مثلا تحدد في مكان تاني تقول النهارده الساعه 8 بالليل هقرا صفحتين من الكتاب على المكتب بتاعي. بس فلازم تحددها وتبسطها. بس عايز اقولك ان اغلبية الناس بتفشل عشان خاطر مش محددين هوية اهدافهم. يعني مثلا في يوم من الايام كان في واحد كان كل شوية يقولك ايه انا هتمرن وهغير جسمي وهتعلم كورس انجليزي. كل يوم يقول نفس الكلام ومش بيتغير ولا بيعمل حاجة ابدا، لحد ما في يوم من الايام غير جملة واحدة بس. بدل ما يقول هتمرن قال انا النهاردة الساعة 9 بالليل هتعلم شوية انجليزي وبعد كده هتمرن تلت ساعة في الأوضة بتاعتي. حدد هوية أهدافه وبسطها. قالك تلت ساعة مش ساعة ولا ساعتين ولا 3، لحد ما فعلا استمر على النقطة دي وفعلا غير جسمه وتعلم الانجليزي. بس فانت لما تفضل تقول هتمرن وهتعلم الحاجات دي احلام ضخمة، فالدماغ تقول طب يعني اعمل ايه؟ ما انت مش راضي مثلا تقرر انك انت تعمل الحاجة دي، مش راضي تحدد، مش راضي تبدأ، مش راضي تبسطها، فانت مضخمها ومش محدد لها هوية. بس فتلات حلول عشان خاطر تنجز اي حاجة عايز توصل لها. اول حاجة خليها مبسطة، خلي هدفك مبسط، تلت ساعة ربع ساعة لو هتعمل الحاجة، تمرين مذاكرة اي حاجة، وحدد المكان هتقعد فين بالظبط، وحدد لها ميعاد وتوقيت الساعة 9 بالليل الساعة 10. بس كده انت حددت لنفسك زمان ومكان وميعاد. بس كده خلص الفيديو بتاعنا، وما تنسوش تكتبوا رابطتكم في الكومنتات. سلام.